أكيد في مرة وأنت نايم كده لقيت عينك بتفتح وداري باللي حواليك، بس مش قادر تتحرك يا حبة عيني ولا قادر تتكلم، وكمان ممكن تشوف حاجات غريبة وعفاريت مريبة. دي ظاهرة بتسمى الجاسوم أو الشلل النومي المؤقت. هبسطها لك، لما بتيجي تنام وتتعمق في النوم بعد ساعة ونص تقريبا بتوصل لمرحلة النوم الحالم. Rapid eye movement. أو الريم سليب. العين بتتحرك بسرعة تحت الجفون كأنها بتستعرض مشاهد ومعلومات بصرية، وفي اللحظة دي تلاقي ضربات القلب بتزيد وضغط الدم بيعلى وعضلات الجسم بتدخل في حالة من النشاط المنخفض، وتلاقي جسمك يتعرض للشلل النومي يا حبة عيني ويفصل التحكم بعضلاتك، وده عشان ما تأذيش جسمك لو بتحلم حلم فيه خطر. فتلاقي عينك بتفتح أثناء العملية دي وتبقى واعي بكل حاجة، لكن عضلات جسمك مشلولة، ولأنك بتبقى لسه في مرحلة الأحلام فتلاقي نفسك بتهلوس وبتتخيل إن في عفاريت حواليك، والحالة دي بتستمر معاك من ثواني لدقايق وبعد كده تصحى على خير. ومن أسباب الجاسوم غالبا النوم على الظهر وقلة وعدم انتظام نومك والاكتئاب والزعل والمشاكل النفسية. فلو جالك اهدى خالص وما توهمش نفسك بحاجة، وتفضل يا حبة عيني تتخيل في عفاريت عمالة تخنق فيك. اتقل وشوية وهيروح لوحده عشان ما يحصلكش زي ما حصل لعبد الشكور. سلام يا أمور، يلا روح كمل تقليب.